طريقة تحضير الكرواسون بدون بيض وبدون حليب: عندي خميرة بيرة ضفت ليها حوالي كوب من المية الدافية وتركتهم جانبا. هبتدي أضيف المكونات الجافة: ضفت 3 كوب من دقيق متعدد الاستخدامات، 3 كوب وربع من الدقيق، ضفت ليهم حوالي 20 جرام من الزبدة اللينة الطبيعية. كنت محضرة الزبدة في فيديو سابق، ممكن ترجعوا لها. هعجن كويس جدا المكونات مع الخميرة والسكر وكمان رشة الملح. هعجن لمدة لا تقل عن 10 دقايق كاملة عشان أحصل على عجينة متماسكة جدا وناعمة. وبعد كده على سطح العمل هبتدي أعجنها كويس جدا، وبعد كده هبتدي أسيبها تختمر تماما لمدة 12 ساعة في التلاجة. مهم جدا لتحضير كرواسون ناجح في البيت إني أخمر العجينة على البارد. هبتدي أضيف 180 جرام من الزبدة الطبيعية في ورقة زبدة، والزبدة بتكون باردة بدرجة حرارة التلاجة، وهبتدي أضيفها في الفريزر. خرجت العجينة بعد مرور 12 ساعة من التلاجة، هحصل على عجينة مطاطية وكمان ناعمة جدا وطرية. ابتديت أضيف فرخ الزبدة اللي كنت محضراه وهو متجمد في الفريزر، وبعد كده هبتدي ألف الزبدة على العجين وابتدي أفردها لمستطيل. هبتدي أتركها في الفريزر مرة تانية لمدة نص ساعة أو في التلاجة لمدة ساعة. ما بين قليل من الدقيق على سطح العمل هبتدي أفرد لمستطيل، وبعد كده هبتدي أحوش بالفرشة الدقيق الزايد. مهمة جدا الخطوة دي عشان أحصل على توريق ناجح جدا للعجين. ضفتهم مرة تانية في التلاجة لمدة ساعة أو في الفريزر لمدة نص ساعة، وبعد كده هبتدي أفرد العجين كويس جدا لمستطيل، وبعد كده هبتدي أتنيه من الأطراف عشان أحصل على حوالي مربع طوله 10 سنتي وارتفاعه 8 سنتي. هبتدي أضيفهم مرة تالتة في التلاجة أو في الفريزر زي ما تحبوا. مهم جدا إني أستخدم العجين وهو بارد علشان طبقات الزبدة ما تخرجش مني أثناء الفرد. بعد الفرد هحصل على فقاعات عالية جدا للعجين، وده دليل على نجاح العجينة وهتورق جدا معايا بطريقة ناجحة جدا. هبتدي أفرد العجين وبعد كده أبتدي أقطعه مستطيلات، وكل مستطيل هبتدي أقسمه نصين بالطول عشان أحصل على حوالي 10 مثلثات. بعد كده هبتدي ألفهم رول زي الكرواسون الجاهز بالظبط، وبعد كده ممكن ألفه مستطيل أو وردات زي ما نحب. هسيبه يخمر في فرن ساخن مسبقا لمدة تلت ساعة. هحصل على عجين وكرواسون منتفخ جدا، وبعد كده ابتدي ألمعه بقشطة وصفار بيض. هيقعد تقريبا تلت ساعة في درجة حرارة 170. هحصل على كرواسون مورق وناجح جدا بيتي وكمان هش وصحي جدا وبدون بيض وسهل جدا في التحضير، وممكن نعمله بحشوات كتيرة بالجبنة أو بالشوكولاتة زي ما تحبوا. وده شكله من جوه مورق وناجح جدا، وده ميني كرواسون. جربوا وصفة الكرواسون البيتي بطريقة ناجحة جدا، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.